في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذن الأرض كانت خربة وربنا ابتدى يصلحها، قال ليكن نور فكان نور. وسفر التكوين يرينا كيف خلق الله كل شيء بنظام وترتيب، وتنتهي القصة بأن رأى الله كل ما فعله فإذا هو حسن جدا. الإنسان بدأ يتلف البيئة بخطاياه، فماذا حدث لما أخطأ آدم وحواء؟ نسمع عبارة عجيبة جدا. ربنا قال له: ملعونة الأرض بسببك، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك. الأرض ابتدت تفسد، بقت تبقى أرض ملعونة. ما سمعناش أبدا قبل خطية آدم عن الشوك والحسك، دي حاجة جديدة جت بعد الخطية. شوكا وحسكا تنبت لك، وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. آدم كان بياكل قبل الخطية بكل راحة، ما كانش فيه تعب. وكلمة التعب نفسها معناها فساد جزء من الطبيعة اللي هي طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان دخلها التعب، فقيل لآدم: بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، بعرق جبينك تأكل خبزك. وقيل عن حواء: إنك بالوجع تحبلين وتلدين أولادا. دخل التعب ودخل الوجع في الطبيعة البشرية، ودخل التعب والوجع في الأرض، فبقت أرض ملعونة، وأصبحت لا تعطي قوتها للإنسان، ما بتديش قوتها. وبعدين ربنا بدأ يصلح في الموضوع بأنه اختار إنسانا قديسا مثل إبراهيم أبينا، كان اسمه إبرام ساعتها، وباركه وقال له: إن الأرض تتبارك بسببك. الأرض تتبارك بسببه، بسبب الإنسان، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، سواء نسله الجسديين أو نسله اللي هو المسيح اللي هيأتي. وزي ما قال قداسة الكاثوليكوس أرام، إن بعلاقة الله بالإنسان بيحصل للأرض بتبقى كويسة أو بتبقى وحشة، البيئة تتحسن أو لا. إحنا نعرف إن الأراضي المقدسة بتبقى مقدسة بقداسة الذين يعيشون فيها. يعني يجي واحد منكم مثلا يزور مغارة القديس الأنبا أنطونيوس كمكان مقدس، لأن صلوات الأنبا أنطونيوس قدستها. يزور أديرة مباركة لأن صلوات الرهبان وجهتهم وطهارتهم هي اللي قدست البيئة. فالإنسان بيقدس البيئة بحياته المقدسة، بيقدس البيئة بحياته المقدسة زي ما أنتم سمعتم. والعكس صحيح، أخطأ أهل سادوم فلعنت سادوم بسببهم، واتحرقت بنار بسبب خطايا أهل سادوم. يونان أخطأ، فالبيئة اللي كان فيها اللي هي السفينة
أهاج الله عليها الأمواج وكادت تغرق بسبب خطية يونان. فإحنا كل ما نرجع لربنا مفيش شك إن الأرض تتبارك وترجع مرة أخرى. ربنا بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. ولما يرجع إلينا ليس فقط يباركنا، إنما يبارك الأرض أيضا. كلمة لطيفة وردت في سفر التثنية إصحاح 28، وهو الإصحاح الخاص بالبركة واللعنة. فقال مباركا تكون في دخولك وفي خروجك. طب ده على الإنسان. مباركة تكون ثمرة أرضك وثمرة بطنك. ثمرة أرضك دي مباركة البيئة، وثمرة بطنك مباركة الإنسان من جوه. مباركا تكون في دخولك وفي خروجك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، إناث غنمك وبقرك. كل ما يحيط بالإنسان يبارك بسبب علاقة الإنسان بالله ورجوعه مرة أخرى إليه. يعني العالم بالخطية غرق الله العالم بالطوفان، فالبيئة كلها تعبت بسبب خطية الإنسان، ولكن بسبب بر نوح وأسرته بقيت لنا بقية على الأرض. تأثير الفرد على البيئة وتأثير الجماعة على البيئة. لما أخطأ اليهود إلى الله ودخلوا في عبادة الأصنام وألقاهم الله إلى السبي، سبي بابل وآشور، إيه اللي حدث؟ خربت أورشليم، هذه البيئة، وأصبحت أبوابها محروقة بالنار، وتهدم سور أورشليم. إذن البيئة تعبت تماما بواسطة خطية الإنسان. مفروض الإنسان يعود إلى الله ويرجع إلى صورته، ولكن عمليا هل ممكن أن كل البشر يعودوا إلى الله؟